ابعد واحذر من مشاعر الاحتياج. لن تستطيع أن تصل لسعادتك وأنت محتاج. عارفين المقولة اللي بتقول الدنيا ما بتديش محتاج؟ دي مقولة صحيحة علميا ونفسيا ودينيا. الإنسان اللي محتاج، فكر معايا شوية، هل مشاعره إيجابية أم سلبية؟ مشاعره سلبية. ليه؟ لأن الشخص اللي محتاج بيصف دايما اللي هو فيه وبيحس بمشاعر الفقدان والحرمان، فبيكون محتاج حاجة معينة، مثلا محتاج موبايل، محتاج عربية، محتاج أي حاجة. تخيل الشخص المحتاج، أنا محتاج موبايل. بيفكر في إيه؟ أنا ماشي في حياتي مش عارف أتصرف، كل ما عاوز أكلم حد مش عارف، أنا ما عنديش موبايل. أنا نفسي يبقى عندي موبايل لأن أنا بعاني، كل ما عاوز أكلم حد لازم أقف وأدور على حد عنده تليفون أو كابينة أو إلى آخره، فأنا بعاني، أنا محتاج موبايل. حد تاني محتاج عربية، لو بصيت عليه هتلاقيه بيقول أنا محتاج عربية، أنا بعاني، أنا بنزل كل يوم بتبهدل وبتمرمط في المواصلات عشان أوصل لشغلي أو عشان أوصل لأي مكان أنا رايحه، الدنيا حر والدنيا كذا وكذا وكذا. هتلاقيه بيوصف دايما حالته وهو في مشاعر نيجاتيف. عشان كده بنقول احذر أن تصل إلى أهدافك من موقف الاحتياج، ولكن حاول أن تصل إلى أهدافك من موقف الإضافة. يعني إيه موقف الإضافة؟ فكر معايا شوية. لو حد راضي بالحالة اللي هو فيها أيا كانت، مثلا هو عاوز يجيب عربية ولكنه راضي بالحالة اللي هو فيها وبيقول الحمد لله أنا نازل بصل إلى شغلي، الحمد لله أن في وسائل مواصلات، هي صحيح حر شوية وصحيح متعبة ولكني راضي ومستمتع. ويا سلام لو أضفت لحياتي عربية، هتخليني سعيد، هتخليني مبسوط. هركب العربية كده وأنا مرتاح ومشغل التكييف وماشي بروقان وهحمد ربنا من قلبي قوي. يا سلام لو جت عربية في حياتي هتزود سعادتي سعادة. يا سلام لو أضفت لحياتي عربية هتضيف لسعادتي سعادة. دايما حاول تصل إلى الأمور من موقف الإضافة وليس من موقف الاحتياج. اوعى تعيش بمشاعر الحرمان.